ده اشطر كتكوت احلى كتاكيت. كنت قاعده كده انا والفرعون الكبير الصغير وام نفرتيتي، قعدنا كده لقينا عربيه كارو داخله علينا، قلنا ايه ده مين دول يا ولاد؟ طلعوا جماعه قرايبنا جايين من اسكندريه. يا لهوي حالي يا لهوي بالي، جايين على العربيه الكارو جايين من مدينه اسكندريه لمدينه ابو حمص على العربيه بحمار. طب ما عادي عادي جدا. ايوه طبعا امال انتم فاهمين ايه؟ بقالهم 9 سنين طالعين ويا دوبك لسه واصلين. قعدنا كده عمالين نضحكوا عليهم مش مصدقين المنظر. هنا وصلوا بقى البيت هنا اخيرا ونازلين بيسلموا سلام كده ايه جنود في الجيش يعني، وهنا داخلين كلهم بيسلموا علينا واحنا قاعدين. وهنا دي بنت خالة احمد بقى، دي اسمها البت شيماء. ما تنسوش تحطوا لها لايك عشان هي من ساعه ما جت وهي ميته نفسها من كتر الضغط. وده اسماعيل ياسين جاي من العصر القديم يسلم علينا. وده هنا باباه واللي هو والده يعني عشان هو كان مخلفه كده، وسلم على الملكه نفرتيته وبس على ايدها وبس على راسها. وهنا بنت اختها دخلت سلمت عليه وقلنا لهم تعالوا بقى بينا واتفضلوا وتعالوا معانا. وداخلين كده ورحنا ايه، قلت لازم نقوم معاهم باحسن واجب، مش الواجب بتاع المدرسه ده، احنا هنوريهم النجوم في عز الظهر ونوريهم بقى الاكل الفلاح والاكل الريفي بيبقى شكله عامل ازاي. وعادي 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 عجلنا كده شويه عيش ورحنا نبططوهم ونخبزهم ونعمل له شويه عيش انما ايه يستاهلوا بقوا يا بنت خالتي انت والله العظيم. بعد ما عجناه وقرصناه قعدت انا ايه اخبزه كده وافرده على البتاع دي بالشكل ده. هي البتاع دي اسمها ايه اللي انا بفرد عليها دي؟ ورحت عاطياه بقى اللي قاعده قدام الفرن، رحت حطاه فيه ورحت عاطيه له كده حب قش ورحت مولعه النار وهوبا لهلبته وشعوطته ومن فوق ولعته ورحت في لما نار الدنيا عامله كده يا ولاد اما نار الاخره شكلها عامل ازاي. اللهم اجرنا من النار كل من قال امين. وهنا بقى كنا حاطين بطاطا في الفرن، حد شاف البطاطا؟ اللي شاف البطاطا يثبت نفسه في كومنت. وطلعنا بقى العيش بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده خدناهم جوله في الارض بتاعتنا العزيزه. وصلنا هنا الارض وهنا احمد بيفرجهم على الدوره بتاعتنا اللي احنا زارعينها اللي هي لسه ما طلعتش كيزان كبيره يعني. وهنا بيشرح لهم كيفيه عمل الملوخيه، بس ما طلعتش ملوخيه دي طلعت باميه. قالوا له دي باميه مش ملوخيه، انت جاي تلخبط معلوماتنا ولا ايه؟ المهم هنا راح هنا عند القطن وطلع لهم شويه قطن بقى طويل التيله ده، وده احسن قطن مصري بالزرع عندنا احنا في قلب الريف المصري الاصيل وتحديدا في كيزه البنات. وهنا ست الحباب يا حزينه عماله بتنقي في شويه ملوخيه عشان قالت الاكله الهنيه ما تحلاش من غير ملوخيه. وهي دلوقتي هتعلمكم قطف وطبخ الملوخيه بطريقه الست المصريه. والنبي يا اخواتي ما تنسوش كده لاخواتنا في الاراضي المجاوره ربنا يشد ازرهم كده وينصرهم على من عداهم. وهنا الفرعون الكبير الصغير عمال يدور على كوز ذره عشان يشوي، للاسف الشديد والامل بعيد ما لقاش، لقاه لسه ما رستش ولسه ما فيهوش حبه اصلا. وعم الله يكون الجماعه دولت ايه قاعدين بيحبوا بعض دول ولا مش عارفه والله. هو ده الحب يا ولد، هو ده الحب يا بنت، الحب ولع فطوره. يما يما انا جاي اهو. ايه يما قلقتيني عليكي كنت فين؟ انا جاي اهو يا فرعون يا كبير يا صغير. كنت بتعملي ايه؟ بنجح حشيش. حشيش يما. صدر منبش. بصوا لامي يا جدعان سابتني قاعد وبلعب وراحت تجيب حشيش للخرفان بتوعي عشان عارفاني اللي انا تعبان وانا بدور عليها مش لاقيها. فعلا هي دي الام المثاليه اللي عنده ام زي دي يبوس راسها وربنا يطول في عمرها ويديها الصحه. قولوا امين. وبعد بقى ما خلصنا الجوله الزراعيه دخلنا على الجوله البروتينيه. بالنسبه للناس بتقول ايه القرف وايه اللي انتوا بتعملوه ده وده شكله مش عارف ايه ده حرام، دي نعمه ربنا، دي اللي ربنا قال عليه من بين فرس ودم اللبن خالصه اللي انتوا عمالين تقولوا عليه قرف. الناس اللي ما بتفهمش لا مؤاخذه يعني في الكلام، لا مؤاخذه ليه يعني ما انا لا مؤاخذتي معايا ولا انتوا شايفين ايه يا ولاد خالتي، ما علينا الناس مريضه مش هنركز عليها يعني. بعد ما خدنا اللبن بقى وحطيته في البرم رحت رايحه حطها في الفرن واشعلها يا مدير وهوبا اشعلت وشفتوا النار شكلها عامل ازاي. بصوا وعادي وعادي جدا. وهنا ست الحباب بقى قعدت على الملوخيه تخرطها ليه عشان هي اللي نقيتها تبقى هي في الاخر تخرطها. قالت لي هتجيلي حزمه ملوخيه او جاهزه مجمده يا عينيا. وعادي وعادي. قلت لها وعادي جدا اخرطيها زي الناس الحلوين. بعد كده ما خرطتها وخلصتها كنت انا البرام بتاعي كان استوى، رحت كده رشرشه له شويه ميه عشان كان زي ريقه ناشف وتعبان وحلو مهدود، بس قال وعادي وعادي وعادي. وحطيت له حته سمنه وغطيته ودخلته في الفرن. رحت هنا مولعه حطيته الحيمات بتاعتي لحمه انما ايه شيء فاخر من الاخر. لما يدخل عندك ضيف لازم تكرميه باجود واحسن الحاجات اللي عندك علشان دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم انما يدخل علينا ضيف لازم نكرموه. وعشان انا مفروضه بزياده اشتريت 3 كيلو لحمه ب 320 جنيه. هل تعرفوا دي لحمه ايه؟ ولذلك انا من كتر الاكرام بتاعي خليتها قامت عملت الاكل. انت جايه ضيفه وخلاص. هنا شوشو قلت لها اعملي لنا بقى شويه فاصوليا علشان اللي ياكلها يمسكوا مغص. المهم قلت البصل وحطت الصلصه وحطت الكمون والفلفل والملحون وراحت نازله عليهم بشويه ميوت. وبعد كده راحت نازله عليهم بالفاصوليات وراحت مقلبها. ده اكرام الضيف عندنا يا اولاد. وهنا الملوخيه بقى قلت لها لا انا كده كفايه انا هعمل ملوخيه. عملت الملوخيه كده وقلبتها ورحت عامله لها الطشه بتاعتها. حطيت حته سمنه ورحت حاطه فيها حبه توم على شويه خضره بقى اي خضره عندك دقيها هتوديك الملوخيه في حته ثالثه خالص. وعلى السريع عشان الباقه بتضيع. تعالوا بقى لما اسلكم فزوره اليوم. ما هو اول ايام التي خلق الله عز وجل؟ اللي يعرف يكتب في الكومنتات واللي ما يعرفش يقول سبحان الله او يستعين بصديق. وبعد ما خلصت طشه الملوخيه احسن منك يا عينيا ورحت عامله شويه فته نماهي والله يسالوا كرشك. ودي السفره بعد ما خلصناها. مش المهم الاكل يا ولاد، المهم اللمه والمهم الناس الطيبه اللي بيدخلوا عندك والمهم الاكرام الضيف لما يدخل عندك. مش مهم انت عامله لهم ايه. الجوده بالموجوده يا جماعه. بصوا بقى يا جماعه انا جمعت لكم
معاكم النهارده عشان مش عارفه اقول لكم ايه. فالمهم بقول لكم لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش لايك وكومنت والشير وتتمنى لنا من قلبكم الخير. باي. يلا ابشروا كلوا هيدي بسم الله. اخيرا احنا اخيرا وتسعة من خير شا عمري مالها الملوخيه؟ يدعت شا عمري. شا عمرك في الملوخيه؟ ازاي يا سمعه؟ شا عمري تسعة ليه؟ مش دايس يا عم. يلا اشتر كتكوت شايلينه. يلا سيب كده واحد تاني يلا سيب. يلا مار يلا مار. استنى يا عم استنى ما صورناه. ده عتيلة عليا. في ايه؟